خلينا نتكلم اولا كده بعد الماتش، يعني احنا مش هناخد وقت كتير اوي، يعني فاهم، هو دقيقة بالكتير اوي نتكلم فيها عن الماتش ده، لان هو مفيهوش فنيات كتير. اسبانيا ضاغطة مستحوذة، يعني بتلعب كويس، مستحوذة، بتنقل من رجل لرجل، ضاغطة من قدام على المانيا مش عارفة تطلع بالكورة بشكل كويس، خصوصا بسبب الباك اليمين. انا عايز اعرف مين النكرة ده، يعني مين الباك اليمين بتاعهم ده. الباك الشمال حرفيا عمل ماتش جامد دفاعي وهجومي، وكان بيطلع يعمل زيادة ولاعب كويس جدا. لحد ما هانز فليك ادرك ان في مصيبه وطلعه. جمال موسيالا كان بيبالغ جدا في الكوره، فاكر نفسه ميسي بس عدى في اكتر من كوره. ده شيء يحسب له، وهو يحسب له الاسيست اللي هو اتعمل للجون. تبديلات هانز فليك تبديلات قويه جدا. مدرب قاعد فاهم، لويس انريكي مدرب فاهم، بس تبديلة ويليامز دي تبديلة غلط، وتبديلة جوردي ألبا. بس الظاهر كان على جوردي ألبا ان هو تعب. وتعادل يليق بالفرقتين، سواء كانت اسبانيا سواء كانت المانيا. طبعا فرقتين كبار جدا. تعادل كويس. لو انت وصلت لحد هنا متنساش اللايك والشير والسبسكرايب. الماتش مفيهوش حاجات كتير تتقال الا الاستحواذ وحرب خط النص اللي منتصرة فيه المانيا. بس هجوم اسبانيا كان اسرع من دفاع المانيا في كرة واحدة، الا وهي كرة زولي اللي على ما خد باله كان مراتا سبق وحط جون. المانيا ضيعت فرصتين، والفرصة الأخيرة اللي قبل نهاية الماتش دلوقتي. فبس كده، ده كل اللي حصل. ومش هقعد اهريلك كتير ولا اعيد ولا ازيد، هو دقيقة ونص اهو، داخلين على دقيقتين، فخلاص. اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا لانك وصلت لحد هنا. مع السلامة.